هاي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا جدا. فكرة الفيديو النهاردة هي هتكون عن روتين يوم السبت بتاعي وروتين المذاكرة بتاعي، يعني وكده هوريكم انا ازاي بحضر وقت المذاكرة بتاعتي وكده. وبس يلا بينا عشان هنروح نصور الفيديو. بس قبل ما نبدأ عشان لايك شير وسبسكرايب. فكرة فيديو النهاردة انا عايزة اوريها لكم، اللي انا يعني هوريكم جدول المذاكرة بتاعي بيمشي ازاي يوم السبت وكده. جدول مذاكرتي هو بيكون يعني هتعرف كل حاجة في التفصيل دلوقتي. ودلوقتي يا جماعة انا هبدأ اروق المكتب بتاعي. دي خطوة مهمة جدا في المذاكرة، اللي احنا نروق المكتب بتاعنا، عشان لو المكتب بتاعنا ما تروقش هتكون الحتة مكركبة حوالينا وانتوا اصلا تحسوا ان انتوا مش عارفين تذاكروا كده. فلازم اصلا يكون يعني المكان اللي انتوا هتذاكروا فيه لازم تكونوا مرتبينه كويس جدا. ما اعرفش يا جماعه علبه النسكافيه اللي انا شلتها دي كانت بتعمل ايه على المكتب. وده القلم بتاعي كنت واخداه هديه من الدرس. و... وانا كنت هنا بشيل الكتب اللي انا مش محتاجاها، انا بس كنت سايبه كل الكتب اللي انا محتاجاها عشان اذاكر فيها، واي كتب تانية بعدها عنكم خالص وانتوا بتذاكروا. ودي كانت بتاعت سكويد جيم، كان اختي جايبها لي. انا دلوقتي يا جماعه بعد ما روقت المكتب دلوقتي هبدا اذاكر ماس، انا عشان عندي درس ماس بعد شويه. فانا قلت يعني انا طبعا بحل الواجب اول ما اجي من الدرس، دي حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم كلنا نعملها، ان احنا اول ما نيجي من الدرس لازم نحل الواجب عشان ما ننساش اللي احنا كنا واخدينه في الدرس وكده. بس انا مخلصه طبعا الواجب دلوقتي، بس انا هراجع عشان انا عندي امتحانات شهر. امتحان الشهر ده انا بروح المدرسه بامتحن اسبوع وكده، اسبوع كامل يعني على كل المواد. فانا لازم اذاكر المواد كويس وكده. وانا طبعا بكتب ستيكر نوتس، دي حاجه مهمه جدا بعملها في المذاكره. ستيكر نوتس دي مثلا بكتب من المواد اللي انا هبدا اذاكرها ده، وطبعا اول ما اخلصها بعمل عليها علامه صح، ده طبعا بتدي تحفيز جدا اللي احنا نذاكر وكده، يعني بتشجع الواحد على المذاكره وكده. يعني هو زي ده كده مثلا، لا هنا حاطه هنا ماس وهنا عربي وهنا اذاكر نحو، وهنا تصوير اللي انا اصور فيديو. آه يجي بس كده. وانا طبعا عندي نظام مذاكره اللي انا كل ما بظبط التايمر على 25 دقيقه واخد 5 دقايق ريست، يعني كل 25 دقيقه 5 دقايق ريست. مثلا بعمل النظام ده لمده 4 مرات. مثلا بذاكر مثلا يجي حوالي 4 ساعات كده، 25 و4 دقايق و5 دقايق ريست قصدي. يلا دلوقتي انا هبدا اذاكر ماس يا جماعه وهرجع لكم تاني. وانا دلوقتي بجهز عشان اروح الدرس، قولوا لي بقى ايه رايكم في الحركه دي. انا دلوقتي كنت بجهز الحاجه بتاعه الدرس عشان انا كنت خلاص نازله الدرس. وده السكتش بتاعي، ودي الميداليه بتاعتي، قولوا لي رايكم فيها. كانت اختي جايبها لي برضو. طبعا يا جماعه انا لسه جايه الدرس دلوقتي، يعني من شويه كده يا دوبك بس اتغديت، وهنرجع نكمل بقى الروتين بتاعنا مع بعض. دلوقتي يا جماعه انا هرجع اكمل روتين المذاكره بتاعي. وانا ليله الامتحان ما بحبش اذاكر اللي انا فيها كتير كده عشان ما اتعبش نفسي، وبحاول يعني ان انا الم فيها برضو شويه، يعني اذاكر فيها برضو. وهي طبعا عشان انا قلت اذاكر قلت لازم اجيب لي سناكس، جبت لي بسكوت من تحت اهو هنفتحه، عشان انا دايما لما اذاكر بحط الحاجه دايما اللي انا محتاجاها جنبي، يعني ازازه الميه، السناكس اللي انا ممكن مثلا لو جعت او كده باكلها. ودلوقتي انا هبدا اذاكر عربي. اوكي انا مش عارفه بصراحه ابدا بالقصه ولا بالنصوص
ولا بالنحو، اللي انا راجعهم مراجعه خفيفه طبعا، عشان زي ما قلت للامتحان بكره ما بحبش اراجع كتير وكده. فاعتقد ان انا دلوقتي هذاكر، ممكن اذاكر نصوص عادي. هذاكر دلوقتي نصوص وبس. طبعا يا جماعه انا قلت احنا بنذاكر لازم يكون معانا قلم تحديد، عشان ده بيساعدنا ان احنا نعلم على الكلام المهم وكده. ولو مش معاكي قلم، لو مش معاكوا قلم تحديد عادي ممكن تعملوا بقلم رصاص، باي قلم. المهم اللي هو يكون يعني بيساعدكوا على ان انتوا تحفظوا، عشان النقطه دي بجد مهمه جدا وبتفرق في المذاكره. ايه بس. ايه يا جماعه، ده اخيرا دلوقتي خلصت مذاكره، والمفروض دلوقتي انام على الاقل 7 أو 8 ساعات على الاقل، عشان اعرف اركز كده بكره في الامتحان. ودي اخر نصيحه هقولها لكم في الفيديو بتاع النهارده، اللي انتوا فعلا يعني المفروض تناموا اكتر وقت كافي عشان تروحوا الامتحان وانتوا مركزين وكده. وبس ده كان روتين المذاكره بتاعي، روتين خفيف كده بتاع يوم السبت وكده، هو روتين خفيف بتاع. بس كده، لو عجبك الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جاي. مع السلامه.